السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نحاول اليوم أن نقدم الرأي ديالي حول القضية اللي شغلت الرأي العام وشغلت وسائل التواصل الاجتماعي، وهي قضية الصحفي المغربي عبد الصمد ناصر. طبعا كلنا كنعرفوا بأن بسبب التدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي أن خلات قناة الجزيرة باللوبيات القوية الجزائرية اللي موجودة داخل الجزيرة أنها تطلب منه انه يسحب التدوينه. طبعا رفض لان احس من خلال الفيديو اللي قدموه من خلال التدوينه انه كاينه اساءه للمغرب، اساءه للمراه المغربيه، اساءه لوحدتنا الترابيه، وبالتالي كان من اخلاقه ومن وطنيته انه رفض يسحب التدوينه. والتداعيات ديال هذا الرفض هذا طبعا كان قرار الاقاله. طبعا قرار الاقاله كان متسرع جدا، وربما ندمت قناة الجزيرة على هذا القرار، لأن بعض الأقلام اللي كان عندها رغبة من النيل من الجزيرة أو من قطر كانت الأصوات ديالها ولا الأقلام كانت ترفع ضد الجزيرة وضد القرارات البيروقراطية اللي ممكن أن نلاحظوها من خلال قناة الجزيرة. قناة الجزيرة تاريخيا كانت إدارات مهمة مرات، خصوصا وضح خنفر، وكان كذلك مدير آخر قبله نسيت الاسم ديالو. طبعا كانت قطر وقناة الجزيرة متزنة أكثر واحترافية أكثر، لكن في أيامنا هذه كنلاحظوا بأن هناك تراجع كبير جدا على مستوى التقديم الاحترافي، على مستوى تنوع البرامج، على مستوى كثير من الأشياء اللي طبعا لاحظها الجميع على انخفاض المستوى الاحترافي ديال الجزيره. عبد الصمد ناصر قدم الشيء الكثير لقطر والقناه الجزيره، انخراطه في الدفاع عن قطر من خلال الحمله ديال مقاطعه قطر من طرف دول الخليج. كان دافع عن المراه القطريه بعد الهجومات اللي كانت من دول الخليج على المراه القطريه، ودافع على المراه القطريه، وكان تواجده كان احساسه بان الدفاع عن المراه القطريه هو دفاع عن المراه المغربيه والعربيه الى غير ذلك. طبعا عبد الصمد ناصر هو صحفي محترف وصحفي اللي تطورت الامكانيات بشكل كبير جدا، وقدم شيء الكثير للقناه القطريه، وهذا ما كينساهش هو، لانه من بعد قرارات العزل رفض انه يسيء للصح اللي كلا فيه واحد السنوات كثيره، وهذا كيبين على الاخلاق ديالو والنبل ديالو. لكن مع الاسف التفاعل ديال الكثير من المؤثرين على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي كان عاطفيا جدا، وكان ربما محاكمه قطر او قناه الجزيره كان فيه نوع من التسرع، وكاين كنلاحظوا بعض الاساءات طبعا اللي هي ماشي في صالح العلاقات الدوليه. العلاقات الدوليه كتحتاج الكثير من الحكمه، كتحتاج العقل، وبالتالي يجب دائما ان ننظر الى الكاس المملوء، لان ما خصناش نشوفوا الكاس الفارغ من الكاس، نشوفوا الشيء اللي موجود. ما نساوش بان ما تركنا في قطر من خلال المنتخب الوطني ومشاركه القياده السياسيه والتفاعل ديالها مع المغرب، الاستقبال الجيد للمغاربه والسمعه الطيبه اللي خلاوها في قطر، التفاعل ديال القطريين مع المغرب، هذا يخلي إضافة إلى الزيارة الملكية خلال محاصرة قطر، هذا يعطينا واحد المجموعة الدلالات، رغم أننا لسنا فقهاء في العلاقات الدولية، لكن غادي يخلينا بأن العلاقات القطرية المغربية بصرف النظر على بعض الضبابية في رؤية الجزيرة نفسها القضية الوطنية، لكن العلاقات القطرية المغربية أعتقد أنها تمر في أيام يعني جيدة، وبالتالي خصنا نساهموا في نماء وقوة هذه العلاقات، ان الشيء المشترك، الاشياء المشتركه نشدوا في ما هو مشترك بيناتنا ونطوروه. لكن اننا نهدموه ولا نخليو يعني العاطفه ديالنا تغلب على الراي الحكيم، اعتقد باننا غادي نهدموا واحد العلاقات اللي هي مهمه. وكنعرفوا اهميه الاعلام والتواصل ووسائل التواصل الاجتماعي انها ممكن تهدم، يعني خصنا نبنيو اكثر من اننا نهدموا. انا غير متفق مع الكثير من المؤثرين مع الاسف اللي خرجوا يعني في واحد الاساءات والجزيره ولا قطر، وبالتالي هذه الامور هذه اعتقد انها لا تخدم القضيه الوطنيه. كفانا يعني الاعداء الذين يحيطون بالمغرب اللي باغيين ينالوا من وحدته الترابيه، من تراثه، من تاريخه، من الاقتصاد ديالو الى غير ذلك. فما نضيفوش يعني ارقام اخرى، الارقام الموجوده والمحيطه بنا اللي دائما كتحاول ما يمكن تسيء لهذا البلد. اعتقد باننا يجب ان ننظر الى النصف الممتلئ من الكاس ونحاول ما امكن انه يزداد امتلاء، لا ان ننظر الى الجزء الفارغ منه ونحاول
أن نتشبت بذلك المكان الفارغ لنسب جام غضبنا على قضية الصحفي عبد الصمد ناصر. عبد الصمد ناصر نفسه رفض أنه يسيء الجزيرة، وربما علاقته الإنسانية مع الزملاء ديالو لواحد الفترة تاريخية كبيرة تتجاوز 20 سنة، أنه رفض أنه يسيء الجزيرة، وبالتالي الرفض ديالو للعودة ربما كيدل على أن خير سفير للمغاربه ولا المغرب. وهاد الناس هادو خصو يكونوا قدوه للمجتمع، ان فين ما كان المغربي خارج الوطن ضروري انه يكون بهاد الاخلاق وبهاد النبل، بهاد رده الفعل اللي صراحه يعني عطاته قيمه كبيره جدا. وبالتالي ما كاينش قناه الجزيره، كاين مجموعه القنوات ممكن يشتغل فيهم، لان عنده رصيد واحد الترسانه، واحد التجربه اعلاميه كبيره. ربما يرجع للمغرب ويأسس قناه محترفه الى غير ذلك. طبعا هذه الامور هذه اننا ما خصناش نتسرعوا، لان القرارات العاطفيه غالبا ما انها كتكون خاطئه، وبالتالي العلاقات الدوليه ما كتعترفش بهذا الغضب وبهذا التفاعل اللي ما كيكونش ايجابي، ربما ما كيخدمش حتى عبد الصمد ناصر. حنا معاه قلبا وقالبا في هذه المحنه، وكنعرفوا بان قناه الجزيره يعني بها جزء من الضباب حول نظرتها لقضيتنا الوطنيه. هذه الامور كلها كنعرفوها، لكن اعتقد بان الحكمه هو بالصبر وبالتأني لاخذ قرارات مهمه اللي هي مفيده وتعود بالنفع للمغرب. كفانا يعني من الاعداء، وكفانا من الناس المتربصين بوحده الترابيه. وبالتالي ان العلاقات الدوليه تحتاج الى حكمه، تحتاج الى عقل، تحتاج الى اننا ما نكونوش عاطفيين. وهذا طبعا كنظن ان كثير من المغاربه كيتفقوا معايا في هذا الراي، ولو ان الكثير منهم انساق نحو السب والشتم وإساءة والإساءة، وهذه ماشي اخلاقنا كمغاربه. اعتقد بان نحن حتى في علاقتنا مع مع الاسف الخدام ديال حكام المراديه، الناس اللي كيحاولوا في عول البرامج انه يسوءوا المغرب، كيكون ردود ديالنا رد فعل فقط، ما كيكونش الهجوم. ما عمرنا سالنا حتى الجزائريين او الناس اللي الاحرار الى غير ذلك، فهو رد فعل لواحد الهجوم اللي هو مبرمج من طرف الاعداء الوحده الترابيه. الى هنا هذا كنتمنى ان الراي ديالي يكون وصل، وكنتمنى ان نتفاعلوا بعقل ونتفاعلوا بمنطق، لاننا كفانا اعداء وكفانا الناس اللي باغيين ينالوا من وحدتنا الترابيه، واننا من خلال هذا الغضب اننا احيانا نسيء الى انفسنا اكثر ما نسيء الى الاخرين. يعني الالتفاف حول وحدتنا الترابيه يحتاج الى عقل وتعبئه ومعرفه دقيقه بالامور والتأني، لان العقل هو في نهايه المطاف اللي كيوصل الفكره، هو اللي كينجح المشروع الى غير ذلك. شكرا على انتباهكم، والى اللقاء في حلقه مقبله بحول الله.